السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي هعمل معاكم طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص او الكريمة. عندي حلة على النار هسلق فيها كيس مكرونة، هنزل فيها بمعلقة ملح ومعلقة زيت، وبعدين هنزل فيها بالمكرونة، اي نوع مكرونة انت بتحبيه وتفضليه. هتتسلق. اول ما تتسلق عندي كريمة لباني وعندي لبن وعندي زبدة وعندي زيت وعندي صدور فراخ. هقلب المكرونة، هي ما تاخدش معانا اقل من 10 دقايق، يمكن ما تاخدش 7 دقايق كمان. هتطلعها من الحلة الدنتي، ما تسويهاش سوا كامل، 3/4 سوا، 3/4 سوا. المكرونة لما تيجي تسلقيها تخليها الدنتي او 3/4 سوا، بحيث يكون فيها عضة كده، عشان لما تيجي تنزليها في الصوص، اي صوص ان كان صوص احمر او كريمة او اي صوص انت بتحبيه، ما تاخد درجة سوا تاني فما تعجنش معاكي كده. خلاص هطلعها واصفي عنها وابرد عليها واديها سنة زيت. عندي طاسة هنزل فيها بزيت، عندي طاسة حطيتها على النار ونزلت فيها معلقتين زيت، وهديها معلقة زبدة او سمنة. انا عندي سمنة بلدي مسيحاها، ونزلت ببصل وتوم، حوالي 3 فصوص توم او 4 حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها. ونزلت بالثوم اشوحهم تشويحه كده، وانزل معاهم بالفراخ. عايزه تنزلي بالفراخ طعميها، عايزه تعمليها من غير فراخ ساده خالص. هنا نزلت بالفراخ، وبعد كده عندي صدر فراخ قطعته ناعم خالص بحيث ان هو يطعم من الكريمه ويديها تيست. بعد كده عندي كريمه لباني وعندي لبن، اديتها التوابل اللي عندي. هو يفضل فلفل ابيض، بس الموجود عندي فلفل اسود. اديتها كمون وملح مكعب ماجي، او ان كان عندك ماجي باودر او شوربة فراخ اللي هي الباودر. طعميها وتقلبيها كويس كده وتقلبي كويس. بعد كده اما تتشوح معاكي انزلي ان كان فراخ او لحمة مفرومة ايا كان. ان كنت عايزة تنزلي كمان هنزل بالكريمة، وبعدين اديها نص كوباية لبن. ممكن تستبدلي لو ما عندكيش كريمة ممكن تديها معلقة دقيق مع الفراخ وتنزلي باللبن، وبعد اللبن تديها لو في كريمة في ما فيش عندك معلقة قشطة تديها وتزوديها باللبن، هتربط معاكي وهتبقى كويسة. وبعد كده هنزل بالمكرونة اللي هي 3/4 سوا. اي نوع ان انت عايزاه تعمليه، كان بنة او فوزيري او سباكيتي او فوتوتشيني، اي طعم، اي نوع مكرونه انت عايزاه. المكرونه الكريمه اللباني ممكن عندي جبنه بارميزان، او ان كان عندك اي نوع جبن، ان كان عندك جبنه رومي او جبنه موزاريلا اللي بتحبيها، او روكفورد اللي انت عايزه تحبي، اللي عايزه تضيفيه، او الطعم اللي انت عايزاه. وكده خلاص طلعت معايا. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب في مطبخ شيزان تاج الدين. وصفة جميلة جدا. وكده هغرفها. لو انت شايفاها رابطة معاكي شوية ممكن تزوديها بشوية لبن. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامة. وما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. مع الف سلامة. فيديو جديد ان شاء الله في مطبخ شيزان تاج الدين. يا رب كل حاجة اعملها ينول اعجابكم. مع الف سلامة.